والله لو أنا مصري ما أزعل اليوم، لأن المنتخب المصري ما لعب ضد الأرجنتين، لعب ضد الفيفا. أصلا من لغوا الكرت الأحمر من لاعب أمريكا وأنا غاسل إيدي. شو هذه البطولة الغريبة؟ كرت أحمر يلغى، أهداف تلغى، لاعبين زجاجيين ما يمسونهم، الحكم متى ما يبغي يرجع للفار يرجع، متى ما يبغي ما يرجع، إذا كسروك وريلك وصلت لين أذنك يقولون أنت قاعد تمثل، تستاهل كرت أصفر. يوم لاعبين مصر رجال علموا المنتخب الأرجنتيني لعب كرة القدم، خنقوهم. لكن بالمنطق لو ولدك يلعب كورة بتفوزه ولا ما بتفوزه؟ ألف مليون مبروك لمنتخب الأرجنتين. لماذا؟ نعم أنا أحب الأرجنتين أستاذ صالح، كنت أتمنى أن تفوز. لا بارك الله فيك ولا في أمثالك. شو نعم؟ رأيك؟ نعم أقول مرة أخرى حتى تسمعني، لا بارك الله في أي شخص يحمل حقدا من مثلك وأمثالك، ولا أتشرف أبدا أن يكون أمثالك في هذا المنبر. شكرا لك شكرا لك شكرا لك. اذهب أنام بحقدك، هذا حقدك الأعمى، حقدك الأعمى. هذا مرض يسموه مش حقد، أنا أسميه مرض. الذي يتمنى أن يخسر منتخب عربي فقط لأنه في مشاكل سياسية. أقسم بالله Argentina 3 Egypt 2 ما في كويس. أقسم بالله ما في كويس. No good. No good. You know that you guys are giving fuel to the conspiracy theories that this guy is like everything is made easier for him. And then, you know, like I would never believe that because I think he's the greatest player ever. But when it comes to Egypt, no, now it's personal. Yeah, now I believe every conspiracy theory. You guys are making his job easier. The penalty, the same play that you went with the VAR like 5 minutes. It happened on the other side on the third goal. Anyways, like, you know what, guys, I don't want to go into it. I'm just gonna say now I'm a big believer in conspiracy theories. And Egyptian team, you're amazing. I love you guys. You should be proud. You made us all proud. I don't care what happens afterward. You guys, you made us all proud. Go Egypt. يا جدعان ده بيزنس، دي فلوس. رونالدو هيخرج وكمان ميسي هيخرج، الشغلانه هتبوظ معاهم، مش هتجيب همها، مش هينفع. الحكم الفاجر الجون الثاني اللي لغاه لينا عشان فاول للارجنتين، نفس الكره بالملي في الجون الثاني للارجنتين، وكانت تقريبا ضربه جزاء لينا بالملي، فمش هينفع يحسبها. الف شكر لمنتخب مصر، الف شكر لكل لاعب في منتخب مصر. كلكم عملتوا اللي عليكم وزياده. والله العظيم انا عمال افكر كده مين اثر من اللعيبه، من اول شوبير الكبير قوي 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 لغايه صلاح، كلهم عملوا اللي عليهم. هي اقدار ربنا سبحانه وتعالى ان 2 يعتبروا نص الفرقه بتاعتك، 50% من الفرقه بتاعتك، امام عاشور وهيثم حسن يتصابوا. ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، واحنا لازم نؤمن بالقدر ونرضى بيه خيره وشره. يعني سبحان الله، يعني هيثم مش هنقول بقى لو ما كانش صاب، لو تفتح عمل الشيطان. يعني انت سيناريو صعب، سيناريو. احنا النهارده يا جماعه ما خسرناش كوره، احنا خسرنا عشان خاطر الصوره دي. احنا خسرنا عشان خاطر تصريحات كابتن حسام حسن وفدا مصر وفدا حسام حسن وفدا الشعب الفلسطيني كله. بس يعني هو الظلم بقى كده باين للدرجه دي، وعين عينك كده عادي قدام الناس كلها بتلغي جون وضربه جزاء كانت لينا. وايه ده، ايه ده، ليه كده، ليه كده؟ دي كوره. وبعدين ده كان متوقع بعد الراجل بتاع امريكا لما اتطرد. وانا اول مره في كاس عالم اشوف لعيب بيتطرد ويلعب تاني ماتش عادي عشان رئيس دوله تانيه كلم رئيس الاتحاد فيه. ايه ده؟ احنا فين؟ اكبر واهم بطوله في العالم بيحصل فيها كده؟ مش كوره دي. احنا لحد الدقيقه 80 كسبانين 2-0 وكان المفروض يبقى 3. ففدا الشعب الفلسطيني وفدا حسام حسن. اقسم بالله انتوا رجاله وشرفتونا، واحنا كسبانين مش خسرانين، بس احنا دمنا محروق ان احنا اتعشمنا. فحسبي الله ونعم الوكيل. حكم ابن 60 وسخه، اقسم بالله حكم يهودي ابن 60 وسخه الحكم.